لو سمحتم قبل أن أبدأ بكلمتي تذكروا آية قرآنية يقول تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوعزني زيد أوزعني. وإلى جانب ذلك تم التنصيص على مقتضيات جديدة تهم الجانب المتعلق بالتكوين من خلال إسناد دور أكثر أهمية للمعهد يتمثل في توفير التكوين التخصصي لفائدة المحامين الممارسين قصد تمكينهم من تطوير خبراتهم بما يمكنهم من مسايرة التطورات والتحولات التي تعرفها التشريعات الوطنية والدولية في مجال المحاماة والعدالة، ومنحهم شهادة يكتسبون بموجبها صفة محامين متخصصين، وسعيا إلى جعل تكوين المحامين أداة للارتقاء بقدراتهم المهنية وتأهيلهم لمواكبة المستجدات المتعلقة بالممارسة المهنية. تم التنصيص على إلزامية خضوع المحامين لتكوين مستمر واعتبار كل إخلال بهذا الواجب إخلالا مهنيا. ثانيا، على مستوى كيفية مزاولة المهنة، تضمن مشروع هذا القانون مستجدات هامة في مجال أشكال ممارسة المهنة تروم إعطائها كافة الإمكانات المتاحة لتسهيل مزاولتها، خاصة بالنسبة للمحامين الجدد في بداية مسارهم المهني، مع فتح آفاق جديدة أمامهم بالانفتاح على المحامين الأجانب، وذلك من خلال التنصيص على إمكانية مزاولة المحامي للمهنة بصفة فردية ومع غيره من المحامين في إطار عقد مشاركة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو عقد شراكة مع محام آخر مسجل بهيئة أخرى، شريطة ألا يتجاوز عددهم محاميين اثنين، أو في إطار عقد مساكنة مع محام آخر مسجل بنفس الهيئة، أو في إطار شركة مدنية مهنية، أو بصفته محاميا مساعدا. كما تم التنصيص على إمكانية إبرام المحامي لعقد تعاون مع محام أجنبي أو مع شركة مهنية أجنبية للمحاماة، وتم التنصيص على مقتضيات تهم ضبط ممارسة المهنة في هذا الإطار، وذلك بالتأشير على العقد المذكور من طرف نقيب الهيئة التي ينتمي إليها المحامي الوطني. وعلى مستوى مزاولة المهنة من طرف المحامين الأجانب، فقد تضمن المشروع مقتضيات تروم وضع الضوابط اللازمة لمزاولة مهامهم بهدف تشجيع الاستثمار الخارجي، وذلك من خلال التنصيص على عدم السماح للمحامي غير الحامل للجنسية المغربية الذي يزاول المهنة في بلد أجنبي يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بمزاولة المهنة في الدولة الأخرى بالقيام بمهام المهنة إلا إذا كان مسجلا في إحدى جداول هيئة المحامين بالمغرب. الآن غير متوفرة هذه الحالة، وذلك بهدف إخضاع هؤلاء المحامين الأجانب للضوابط القانونية والمؤطرة لممارسة مهنة المحاماة واحترام أعرافها وتقاليدها. وفي نفس الشأن وبناء على نفس الاعتبارات المذكورة، تم التنصيص على إمكانية الإذن من طرف وزير العدل بصفة استثنائية لمكتب محاماة أجنبي لا يرتبط بلده الأصلي باتفاقية مع المملكة المغربية بممارسة مهام المهنة في المغرب، شريطة أن يكون مرتبطا بعقد مع شركة أجنبية لها بالمملكة المغربية، مشروع استثماري أو صفقة، وأن يسجل بلائحة مستقلة لدى هيئة المحامين التي ينفذ بدائرة نفوذها المشروع أو الصفقة، وألا يمارس مهام المهنة خارج نطاق ذلك المشروع الاستثماري أو الصفقة. وإذا كان لهذا المشروع الاستثماري أو الصفقة امتدادا بعدة مدن، وجب على مكتب المحاماة الأجنبي التسجيل بلائحة مستقلة بهيئة المحامين بالرباط. كما تم التنصيص على أن انتهاء آثار الإذن الصادر عن وزير العدل لمكتب المحاماة الأجنبي بانتهاء المشروع الاستثماري أو الصفقة، ما إخبار وزير العدل بذلك من طرف نقيب الهيئة المسجل بها مكتب المحاماة المذكور، وسعيا إلى ضبط علاقة المحامي بموكله ودعم آليات تعزيز ثقة المواطنين في الدفاع وتلافي جميع الإشكالات التي تطور بشأن النيابة المحامي. تم التنصيص لأول مرة على أنه يتعين على المحامي أن يتوفر على تكليف مكتوب من موكله يتضمن مجموعة من البيانات من بينها الاسم الكامل للموكل
والاسم الكامل للمحامي، ورقم ملف القضية المكلف بها إن وجد، ومرحلة التقاضي المتفق عليها، وموضوع القضية، وكيفية أداء الأتعاب عند الاقتضاء، مع إمكانية إضافة شروط أخرى يتفق عليها الطرفان. كما تم التنصيص على اعتبار إقرار المؤازر أو الموكل أمام الجهة القضائية باسم المحامي المختار من طرفه بمثابة تكليف، وتضمين هذا الإقرار بمحضر خاص من طرف رئاسة الهيئة. على مستوى حصانة الدفاع، تضمن هذا المشروع مقتضيات جديدة تروم تعزيز حصانة الدفاع، وذلك من خلال التنصيص على أنه في حالة اعتقال المحامي أو وضعه تحت تدبير الحراسة النظرية يجب إشعار نقيب هيئة المحامين الواقعة بالدار القضائية لمحكمة استئناف حيث وقع الاعتقال، وذلك بجميع الوسائل المتاحة، وعدم الاستماع إلى المحامي المعني إذا كان الاعتقال بسبب مرتبط بممارسة المهنة إلا من طرف النيابة العامة بحضور النقيب أو من ينتدبه، وفي حالة تعذر إشعار النقيب لأي سبب من الأسباب ضمن في ذلك المحضر وجوبا. ولتعزيز ضمانة حصانة الدفاع ومنع أي تطاول عليها بانتحال صفة المحامي، فقد تم التنصيص على إلزامية ارتداء المحامي بدلته المهنية عند حضوره أمام الهيئات القضائية أو التأديبية، احتراما للتقاليد والأعراف المهنية النبيلة التي تعرف عليها المحامون، وتقوي حضورهم داخل منظومة العدالة، والتي يتعين ترسيخها وضمان استمراريتها بتوثيقها والسعي للتشبع بها. وفي نفس الشأن تم التنصيص على منع المحامين من تنظيم الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات داخل فضاءات المحاكم في وقت انعقاد الجلسات والتشويش على السير العادي لها. على مستوى المسطرة التأديبية، في إطار تعزيز فعالية وحياد مسطرة تأديب المحامين وتحسين نجاعتها مع إحاطتها بكافة الضمانات لفائدة المحامي الذي قد يرتكب مخالفة للنصوص القانونية أو التنظيمية أو قواعد المهنة، تم التنصيص على وجوب اتخاذ النقيب قرارا معللا بشأن الشكايات التي توصل بها في مواجهة محامي بالمتابعة من عدمها داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ التوصل، مع تخويل الوكيل العام للمالك لدى محكمة الاستئناف حق المنازعة أمام مجلس الهيئة على قرار الحفظ الصريح، مع وجوب بث المجلس داخل أجل 3 أشهر ابتداء من تقديم المنازعة بعد الاستماع إلى المشتكي والمشتكى به أو في غيابهما إذا توصلا بالاستدعاء ولم يحضرا. وسعيا إلى تعزيز ضمانات الوقوف على حقيقة الادعاء المنسوبة إلى المحامي المشتكي به، تم التنصيص على تعيين عضو مقرر أو أكثر من أعضاء مجلس الهيئة في حالة قرر هذا الأخير إجراء المتابعة ويتولى إجراء تحقيق الحضور مع المحامي المتابع، وبهدف توفير ضمانات المحاكمة العادلة في المتابعة التأديبية. تم التنصيص على حق المحامي المتابع في الاطلاع على ملف القضية والحصول على نسخ من وثائقه والاستعانة بمحام أو أكثر لمؤازرته. وتجدر الإشارة إلى أنه تم التنصيص على إمكانية إيقاف البت في الشكاية وحفظها في حالة تنازل المشتكي عن شكايته قبل بث مجلس الهيئة في موضوعها. ولمعالجة الإشكالات التي تقوض نجاعة وفعالية المسطرة التأديبية، تم التنصيص على تخويل كل من الوكيل العام للملك والمحامي المعني حق الطعن أمام غرفة المشورة بمحكمة الاستئناف المختصة في القرار التأديبي في القضية. كما تم التنصيص على إحداث بطاقة شخصية لكل محامي رسميا كان أو متمرنا تمسك من طرف كل هيئة للمحامين، وتقيد فيها كل المقررات التأديبية الصادرة ضده ومآلها ووضعية تنفيذها، وتضم إلى الملف المهني المعني بالأمر مع إحالة نظير منها في حالة انتقاله إلى هيئة أخرى. على مستوى التنظيم، تضمن هذا المشروع مستجدات تروم تقوية الإطار المؤسساتي للمهنة بهدف تسهيل عملية التواصل والتفاعل من خلال ما يلي. على مستوى هيئات المحامين، تم التنصيص على أول مرة على مقتضيات تروم تمثيلية النساء المحاميات بمجالس هيئات المحامين، وتفعيلا لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة بمراجعة شروط الترشيح لمنصب النقيب. تم التنصيص على حصر مدة انتخاب النقيب في ولاية واحدة فقط غير قابلة للتجديد. كما تم التنصيص على الرفع من النصاب القانوني اللازم لإحداث هيئة المحامين إلى 500 محامي على الأقل، وكذا تعديل عدد المحامين المسجلين بالهيئات المطلوب لتحديد عدد أعضاء المجالس.
تلكم إذن أهم مستجدات هذا المشروع الذي يعول عليه من أجل إعادة تنظيم هذه المهنة وتخليقها وتنظيمها وتأهيل المنتسبين إليها وجعلها قادرة على مواكبة المستجدات التي يعرفها قطاع العدالة. حضرات السيدات والسادة، لقد حظي مشروع هذا القانون بتفاعل إيجابي من طرف السيدات والسادة أعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس الموقر مع جميع مواده ومقتضياته، وقدمت بشأنه الفرق النيابية 502 تعديلا. تفاعلت الحكومة إيجابيا مع عدد مهم من هذه التعديلات، وهي فرصة لهناكم جميعا على هذا التمرين الديمقراطي الذي أصبح جزءا من عمل هذه المؤسسة الدستورية وسمة تميز السلطة التشريعية ببلادنا. وبهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل للسيدات والسادة رئيس وأعضاء لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بهذا المجلس الموقر، وبموظفي هذه الإدارة، وبمسؤولي هذا المجلس، وفي شخص رئيسها أغلبية كان أو معارضة، على تفاعلهم الإيجابي مع هذا المشروع. كما أتوجه بالشكر من جديد إلى السيد رئيس المجلس والسيدات والسادة النواب المحترمين على تفضلهم ببرمجة هذه الجلسة التشريعية العامة لتصويت هذا المشروع، حرصا منهم على مواصلة استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة ببلادنا. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام.